لو عايز تعمل ديزاين زي ده خليك معايا. أول حاجة هتكتب الحروف كده متقطعة، كل حرف لوحده زي ما أنا كاتب كده. بعد كده نفتح هنا، بعد كده نحدد الحروف كلها. بعد كده نفتح كليك يمين ونجيب convert smart object. كده كلهم بقوا بلاير واحد. بعد كده هتيجي هنا أحدد الكلام ده كده كنترول تي. بعد كده تميل الزاوية كده بالزاوية على الخيارات اللي احنا بنعمل عليها ديزاين دلوقتي. بعد كده نجيب نفتح كليك يمين ونجيب الوورد. نبدأ نظبط بقى الميلان والمقاس كده على كل حرف حرف. طبعا انت تاخد وقتك في الموضوع ده. بعد ما تظبطها كده بالشكل ده هتفتح كليك يمين، تبدأ بقى تعمل تكرر اللاير اللي تحت. كنترول جي اللي هو بتاع الخيارة. بعد كده تقفل اللي تحت خالص اللي هو الأصل بتاعك. بعد كده تحطه فوق الكلام وتعمل بعد كده تدوس ألت هنا عشان يعمل كليبنج ماسك زي ما انت شايف كده. بعد كده تفتح اللاير اللي تحت اللي هو الأصلي وتعمل له ماسك وتدوس كنترول ار تحدد اللاير اللي فوق كده زي ما انت شايف. ومن تحت هنا تروح فاتح الماسك. كده احنا شلنا الحروف اللي كانت بارزة اللي كانت هنا. بعد كده ننزل تحت خالص ونبدأ نظهر بعض من الخيارات دي بقى بالشكل ده. نقفل ده كده. وبكده انت عملت شكل بكلمة، وديزاين شكله جميل وحلو. ما تنساش تعمل فولو ولايك واستنى الجديد.